قال لي: أنت لا تصلح لأن تكون لاعب كرة قدم. استصغرني الكابتن الثاني قدام رفقاتي، ضلوا زادتيني بالاحتياط من أول ما لعبت لحد ما تركت. أحيانا أنا بكره بلدي صراحة. ممكن تقولي ليش بتكره بلدك؟ بتذكر بعض المواقف اللي صارت معي وبكره فيها البلد باللي فيها، بس بقول كانت مرحلة قديمة وكنت صغير، وانت الآن في مكان مختلف تماما، وتفكير الناس هذيك الأيام غير تفكير الناس هاي الأيام. لهيك رح أحكي لكم هالقصة اللي صارت معي في نادي الكرامة. في بدايات شهرة نادي الكرامة كان أيامها نادي شهير جدا، على أيام جهاد الحسين وعاطف جنيات وإياد مندو وفابيو سانتوس ومصعب بلحوس. وكنا نحن كشباب حماصني صغار معجبين بنادي الكرامة إلى أبعد الحدود، نستنى مباراته بالدقيقة، نحاول إنه نقنع أهلنا يخلونا نروح على الملعب مشان نحضر مباريات الكرامة، نلبس طقم نادي الكرامة، نروح على المدارس نلعب كرة قدم أحيانا. فأنا واحد من الأطفال في هذاك الوقت، كنت بالصف الخامس، فقررت أني التحق وروح سجل بأكاديمية لنادي الكرامة لحتى أتعلم كرة القدم وممكن أكون لاعب في هالنادي. طبعا أنا في هذاك الوقت كنت واحد من الأطفال اللي شكلهم فقير، اللي بيحلق على طول هاي الحلاقة المدرسية اللي من تحت على الصفر ومن فوق على الواحد اللي ما في غيرها. بلبسي فقير، بوطي عادي، ما عندي شنطاية، باخذ أغراضي بكيس، بحط أغراضي بكيس وبروح. بعدين نزلت هاي الشنطاية الخفيفة بتلبس على الظهر، جبتها. وكنت من النوع إذا نزلت على الحارة أبي من تحت تطلعوا، لا تروح مع فلان، لا تجي مع علتان، لا تجي لعندك فلان، لا تعمل كذا، لا مدري شو. يعني كان عامل أبي دولة اشتراكية بالبيت لحاله، دولة مغلقة مثل ما بقولوا، مثل هذا تبع كوريا. والله المهم بعد محاولات وإقناع أقنعنا الوالد أنه نسجل بنادي الكرامة، وكنا ندفع اشتراك يمكن 150 أو 175، والله ماني متذكر هذيك الأيام. والله حملنا حالنا أنا وصديقي عبد الحسيب التلاوي الله يشكره بالخير، وهو حي يرزق وموجود إلى الآن، وهو في حمص. وكنا أنا وحسب على طول نلعب بالحارة أحيانا طابة ونعمل فريق بالحارة. والله حملت حالي ورحت على نادي الكرامة، سجلنا. طبعا أول ما تسجل سجلنا بمنطقة بابا عمرو عند ملعب الباسل، كان في هون ملعب صغير يجوا شباب الناشئين يتدربوا فيه، نحن مدري ناشئين مدري أشبال، أشبال. والله المهم سجلنا. للأمانة صديقي عبد الحسيب لعيب بيلعب كتير. أنا حدا كنت طويل، وهن أخذين فكرة أنه كل طويل لازم يكون دفاعي. أخي بركي أنا ما بحب الدفاع، بركي أنا ما بحب ألعب دفاع، بركي أنا بحب أهجم. والله المهم يا سادة يا كرام سجلنا ونتمرن كل يوم. طبعا كانت تقسيمة الشباب اللي عم تتمرن 4 فرق، فريق بيلبس نهدي، وفريق بيلبس أصفر، وفريق بيلبس أحمر، وفريق بيلبس أخضر اللي هو آخر فريق، هذا بكون المستجدين. شوي شوي بتطوروا إلى أن يوصلوا لمرحلة الناشئين أو الشباب، بيبعتوهم لمكان تاني لحتى يتدربوا. والله دخلنا أنا وعبد الحسيب، أنا لبست هالطقم الأخضر، لبسنا اثنيناتنا الأخضر في البداية. وبعد شوي عبد الحسيب ترقى، عبد الحسيب طلع للنهدي، أنا ضليت بالأخضر. أول شهر بالأخضر، ثاني شهر بالأخضر، ثالث شهر بالأخضر. لا عم شو في إيش في، والله عم نتدرب مثلنا مثل هالشباب، وعم نبذل جهد مثلنا مثل هالشباب، ويجي ناس وتروح ناس وأنا بالأخضر. والله يا سادة يا كرام مشان تعرفوا هذا الكلام، إنه شلون نحن عندنا في المجتمع ممكن سبب يهبط معنوياتك ويدمرك، لكن أنت لازم تكون أقوى. والله يا سادة يا كرام المهم بعد فترة بيطلع تطور رهيب مع هالكابتن هاد. بيقولنا أنتو كان في تسجيل كبير وعدد شباب كبير، فبيختار هو ناس بده إياهم. شو بقولنا؟ المستجدين وبعض الأشخاص، أنتو خذوا الطابة وروحوا العبوا بالملاعب اللي ورا. يعني مثل بيصير يهتم باللي كانوا موجودين عنده فقط اللي اختارهم، ونحن شاننا وزتنا. رغم انه انا كنت قديم يعني الي اشهر، وهدوليك كانوا جدد لسه، فبدهم وقت ليختاروا. والله انا قلت ولد يعني ماني فهمان لسه نوعا ما، قلت يلا مش مشكلة راح اثبت نفسي. وفعلا كنت حاول اركض وجيب اهداف، وكنت كتير متاثر بفرانشيسكو توتي، وكنت كتير متاثر برونالدينيو البرازيلي هديك الايام، ورونالدو البرازيلي، وروبرتو كارلوس. وكنت حب نادي روما، ولحد الآن بحب نادي روما، ولحد الآن اللاعب المفضل عندي هو فرانشيسكو توتي. والله المهم يا سادة يا كرام زتنا بهالملعب، أنا عم بلعب، عم بحاول لفلف، عم بعمل حركات لك عم بلعب يعني. والله كان في واحد من الشباب جايب ابنه عم يتدرب، فطلع علي هيك عم يشوفني يعني وعم يلاحظ علي. فما بعرف شو قال له للكابتن، قال له انه ليش انت حاطه هون هذا مع الشباب؟ فما بعرف شو بربر له هذيك الايام ونسي الموضوع. انا هون ما عاد اقدر اتحمل،
قلت اصبر شوي يا ولد، معلش شوي شوي ممكن يرجعوكم، شوي شوي يمكن لانك مستجد، يمكن بدك سنة. والله بيوم من الايام خلصوا هالشباب تمارين، قال يا شباب مين بياخذ هالاواعي بيغسلها، كان في الاواعي الالوان الكلارات الملونة مشان ناخذوها الشباب يغسلوها. طبعا ما حدا رفع ايده من الشباب. قمت انا رفعت ايدي رغم اني انا بدي اغلب والدتي بهالموضوع وماني مجبور، يعني شو والله جابرني. بس انا مبادرة مني رفعت ايدي قلت له كابتن انا باخذهم. قام طلع فيني هيك بقرف وقال لي انت لا. شو انت لا؟ يفضح عينك، شو اكل مال ابوك انا؟ ولا شايفني جاي من انا هون اخذت على خاطري، زعلت لك رغم اني انا مبادر لاعمل شيء معكم منيح بتقلي هيك. هون ادركت انه هالانسان هذا ما عم يتعامل معنا يمكن على اننا سواسية، عم يتعامل معنا على المظهر. وين في واحد مظهره لائق، وين في حدا معاه مصاري، وين في حدا من عيلة معروفة اكثر مننا ممكن. فعلى هذا الاساس حسيته عم يتعامل. انا هون ما عاد اقدر اتحمل، تركت. فوالله لهم يا ساده يا كرام، يوم من الايام قلت لابي والله هيك هيك القصه. قال لي انا بعرف واحد من المدربين الكبار اللي بدربوا على اساس. والله شفته قلت له والله يا كابتن هالكابتن اللي عم بدربنا شكله ما حبني. قال تعال على المنشاه الرياضيه الساعه مدري قديش الصبح. والله محسوبكم فز من الصبح هذيك الايام، اخذ هاللبسه ولابس هالاواعي الرياضيه وحمل حاله وراح لوين؟ على المنشاه الرياضيه. والله وصلت على المنشاه الرياضيه، صباح الخير صباح النور. قعدت استنيت شوي، بعدين قال لي انت، قلت له تعال. نزلت، بدل واحد اعطاني ونزلني والله يا سادة يا كرام يشهد الله بصحتي، وقت لا يتجاوز ال4 دقائق. 4 دقائق نزلني. وبعدها نادى علي قال لي شو؟ قال لي انت لا تصلح لأن تكون لاعب كرة قدم. يعني قدر يقيم مستقبلي وحياتي من خلال 4 دقائق. هذا بنادي الكرامة. طبعا هذيك الأيام انغروا، كانوا مشهورين كتير وعم يجيبوا بطولات وانغروا. بتعرف نحن بلد واسطات، مش بلد انه يدعم. لحد الآن يعني ما راح يتغير إشي، هاي طبيعة الشعب، غريزة الشعب هيك. بلد ما بيدعم الناجح وما بيدعم. نحن يعني بأمريكا بقول لك نحن ندعم الفاشل لينجح، نحن عنا بنحارب الطفل وبنحارب الشاب ليفشل ليتدمر. أنا هون ما سكتت، أخذت على خاطري وضليت أحاول. بعدين خطرت لي فكرة، حملت حالي وتوجهت لنادي الوثبة. رحت على المنشأة الرياضية، كان في نادي الوثبة هناك بتدربوا. رحت عند، أول ما تفوت على المنشأة الرياضية على اليسار كان في ملعب صغير وملعب كبير، وعلى اليمين ملعب صغير. والله فتت على الملعب الصغير، كانوا الشباب عم يتدربوا. قلت له مرحبا كابتن، قال اهلين. قلت له انا خلدون الحوراني، انا كنت العب بالكرامه وبدي العب عندكم صراحه. يعني هناك كانوا زاتيني احتياط على طول وماني حاسس انه في لي مستقبل معاهم. قال لي اهلا وسهلا تفضل خلينا نجربك. والله فعلا الكابتن استقبلني وجربني، نزلني لاعبني مباراه. قال لي تعال عندي. قلت له اهلين. قال لي قديش مواليدك انت؟ قلت له كذا. قال لي تمام. قال لي بكره بتجي، مدري بكره مدري يوم كان، لعند الكابتن الفلاني بالجهه اللي على اليمين. قلت له ليش كابتن يعني ادائي معه؟ قال لي لا لا، قال لي بس هون فئة الشباب الأكبر مني بالعمر يعني بتجي بكرة لعند الكابتن الفلاني وبتقول له بعتني لعندك الكابتن فلان. والله من بيت كأنه من دار الطرن أو من دار كذا ماني متذكر. والله حملت حالي ورحت بعدها على الكابتن اللي بعتني لعنده. السلام عليكم كابتن، أهلين. قلت له أنا فلان بعتني لعندك فلان. قال لي أهلا وسهلا. طبعا يا سادة يا كرام قلت له كابتن أنا بلعب دفاع وبلعب وسط، وكنت ألعب بنادي الكرامة، لكن هناك ما أعطوني فرصة يعني. والله فعلا هالكابتن بلش يدربنا. اجيت لعنده تمرينين. اول تمرين نزلني جزء شوط منيح من المباراة، وبعدها نزلني شوط كامل واعطاني فرصة وكان يدربني. قلت له كيف شايفني كابتن؟ قال لي ممتاز، لكن بدك شوية شغل، بدك شوية إدارة. أنا كان عندي مشكلة بموضوع الباصات، ما كنت أعطي باصات كتير، كنت بدي أتفنن لفلف أخذ طابة أجيب جول. هذا الكابتن يبدو أنه أدرك الموضوع وقدر ينصحنا يعني يوجهنا. والله بيوم من الأيام يا سادة الكرام إجا الكابتن اللي عنا تبع الوثبة. شو قلنا؟ قالنا يا شباب كيفكم؟ قلنا له أهلين. قال جهزوا حالكم، عنا سفر إلى مدينة حما. هذا الحكي آخر 2010 أو بداية 2011 ماني متذكر. قلنا له أنا راح أروح معكم. قال لي إيه أنت راح تكون معنا بالفريق، راح تكون بالاحتياط وراح ننزلك. هيك بالحرف الواحد، الله يذكره بالخير. وفعلا حزمنا الأمور على أساس أنه بدنا نطلع على حما. وبعدها قامت الثورة في حمص، ما رحت على حما ولا لعبت مع نادي الوثبة ولا لعبت كرة قدم بهذيك الأيام، وظلت بقلبي لليوم. لكن بعدني شباب يعني لو بدي هلأ فيني أرجع. لكن هاي القصة اللي حبيت أشارككم إياها لتعرفوا إنه ممكن شخص يدمر إنسان وهو ما منتبه. كابتن غبي رفض أن يتعامل مع الأطفال ويعطيهم دفعة لينجحوا، وكابتن تعامل مع أطفاله
وخلاهم غصبا عنهم ينجحوا ويستعيدوا ثقتهم بنفسهم. هذا الفرق بين الكابتنين اللي أنا مروا علي بحياتي. اليوم ما عاد عندي هي الرغبة، ولا عدت مهتم كتير بالرياضة. تغيرت حياتي، صرت في مكان تاني، عندي القدرة الآن أرجع وألعب كرة قدم، لكن بتوقع أنه راح من العمر كتير وما ظل غير القليل صراحة، فما عاد إلي نفس. هاي القصة اللي حبيت أشاركها معكم لليوم، صارت معي هي عن جد. واللي ممكن يقول لي أو يكذبني بهذا الموضوع، فأنا إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، محتفظ بالإيصالات والإشعارات اللي كنا ندفعهم لنادي الكرامة اشتراك، موجودين مع والدتي. وصديقي عبد الحسيب تلاوي حي يرزق موجود بحمص، تحية له. كل الحب والاحترام. شاركوني رأيكم بالتعليقات حول هي القصة اللي سمعتوها. تحياتي.